السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن منهج السنة الأولى الإعدادية في المدارس الإعدادية. عندهم في كتاب الدين شيء عن الصراط المستقيم. السادة التربويين المتعلمين بيقولوا أن الصراط المستقيم جسر على جهنم تعبره الخلائق ويتساقطون في النار، أو تشقطهم أو تأخذهم أو تخطفهم كلاليب من مثل شوك السعدان وتغمسهم في النار بقدر ذنوبهم. هذه الخرافة موجودة في صحيح البخاري. هذه الخرافة موجودة في صحيح البخاري. أنا بس أريد أن تنتبهوا إلي لحظة مع كتاب الله، لحظة لتعلموا كم نحن جنينا على الإسلام. إحنا جنينا على الإسلام. الصراط المستقيم يا حضرات لا يوجد شيء ولا خرافة اسمها جسر على جهنم هتعبره الخلائق يوم القيامة. ده عبط وهبل ومن افتكاسات السلف اللي انتوا بتسموه صالح. يعني هو لا كان بيفهم حاجة ولا الأئمة الأربعة بيفهموا. طبعا أنا عارف ناس كتير جدا هتصور ثورة عارمة في داخلها، ويقولوا يعني أنت اللي تعرف، يعني اللي لابس تيشيرت برتقاني ولا مش عارف ايه. طب ما تشوف الحكاية دي، مش جايز يطلع أنا اللي صح؟ ما تقرأ القرآن، ما تتدبر القرآن. ولا انت مش عايز تعمل اي حاجة الا انك انت تمشي القديم وتمشي كل حاجة بيقولها الشيخ، حتى لو كان الشيخ ده هيوديك في داهية، هيوديك في داهية فعلا. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى. انا طبعا جبت كمية ايات كتير جدا بتقول لك ايه هو الصراط المستقيم، لان ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. افهم الكتاب اللي هو القرآن الكريم ده، هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، مش البخاري. بيقول ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ اهو ادي نشوف اول آية معانا: وهديناهما الصراط المستقيم. هيهديهم الصراط المستقيم في الآخرة؟ جايز. اسمع يا سيدي. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني الهداية في الدنيا. مش هيهديك عشان يوقعك في النار، مش هيضحك عليك يعني. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا بقى اللي هو إيه؟ اللي هو القرآن. قلنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والأئمة الأربعة ومش عارفوا كلام الفارغ ده. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حضراتكم بقى بتتبعوا السبل عشان وتدرسوا لي العيال، عشان العيال وهي بتصلي كده وتقول اهدنا الصراط المستقيم تفتكر جسر على جهنم هتقع من عليه الخلائق. طب الخلائق هيخشوا الجنة ازاي او النار ازاي؟ ربنا قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هيقادوا ماشيين على الأقدام. زمرا يعني جماعات مصنفة، الحرامية مع بعض والزنا مع بعض وقتالين القتلة مع بعض. زمرا، صنوف. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. تتفتح اوتوماتيك. يبقى كله هيبقى ماشي على الأقدام ويخش الجنة على الأقدام من أبواب. 7 أبواب في الجنة في النار و8 أبواب في الجنة. إنما ما فيش جسر على جهنم هتعبره الخلائق وينزل وانت بتعدي يهتز بيك الجسر وتقع وكلام لهبل ده اللي بيدرسوه للعيال وبيحفظوا لنا علشان صلاتنا كلنا يبقى فيها إشراك بالله. تشرك بالله مين؟ معلومات المجنون المخبول اللي اسمه البخاري اللي قال لك انه جسر على جهنم. ده لسه بقى يعني
هنشوف مع بعضينا ايه كمان ربنا قال ايه بيقول وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم ايه؟ هو عبادة الله على منوال القرآن الكريم. عبادة الله على منوال القرآن الكريم هي دي الصراط المستقيم، وهذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو ده، ما هواش جسر على جهنم أبدا. ودول ناس أساسا بيبدلوا كلام الله، زي كده الإمام مالك ما بيقول لك لا تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة. ليه؟ عشان ربنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فلازم يبقى الإمام مالك يقول أو يعني يحكى عنه أو يحكى زورا عليه إنه بيقول لا تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دين تاني خالص. إحنا ماشيين ورا مشايخ بتشرح دين تاني خالص، يعني معادي لكتاب الله. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولها لا سرا ولا جهرا. ده الإمام مالك. الإمام أبو حنيفة قال لك تقولها سرا بس. دي ناس اصلا ابعد ما تكون عن الدين اصلا وما تفهمش فيه. اللي الازهر بقى عامل فيها ان هم دول بقى اللي يعني ما فيش بعد كده، واحنا اللي ما بنفهمش عشان انا خريج كليه حربيه فما بفهمش. لازم ابقى ما بفهمش. هو كده بيدوني شهاده ما بيفهمش في الدين مع بكالوريوس العلوم العسكريه، ومع ليسانس الحقوق يقول ما بيفهمش في الدين رغم ان معاه دارس شريعه في الحقوق، لكن لا، لازم معاه شهاده انه ما بيفهمش في الدين. والشعب كله، شعب مصر كله ال 110 ولا 120 مليون يقول لك هو انت متخصص؟ هو انت صدقت ان في تخصص في الدين؟ التخصص في الدين هو التقوى، التخصص في الدين هو الطاعه، التخصص في الدين هو الاستقامه. ده التخصص. مش تقرا كلام فارغ مخبول وتسميه دين، وضد القرآن وتسميه دين. انتوا افسدتوا الدين، افسدتوا الدين. لازم تعرفوا كده. ودول مش علماء، دول اللي بيخلوا الكلام ده موجود وبيخالفوا القانون المصري الذي اوجب عليهم تنقية التراث من الفضول والشوائب. لا ينقوا التراث من الفضول والشوائب، وكأن التراث ده هو يعني تاج راسنا من فوق. واصلا السلف ما كانش بيفهم في الدين قوي، بدليل انهم قتلوا بعضهم بعضا في صفين والجمل، في معارك صفين والجمل 100,000 قتيل في الاثنين، بدليل انهم كانوا بيغزوا الدول من العراق شرقا الى اسبانيا غربا، رغم ان في القرآن القائل ان الله لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين. يقول لك لا، ده سعد بن ابي وقاص، ده خالد بن الوليد، ده سعد، ده عبد الله مش عارف مين. ايه ده؟ انتوا بتعلمونا معكوس الدين يا حضرات. والمرتبات اللي انتوا بتاخدوها دي حرام، والمفروض تتحاكموا عليها وتتحاسبوا عليها. بس انما علشان خاطر تقوم بتقوية اي شيء على القرآن ومفهوم اي شيء تقويه على القرآن، فانت والعياذ بالله اقول لك ايه؟ اسأل الله سبحانه وتعالى لكم الهداية، واسأل الله سبحانه وتعالى للي